قبل ما نبدأ حلقة النهاردة يا جماعة اسمحوا لي بس اتصل بأم العيال عشان عايزها في موضوع ضروري. الو احمد، الو. ازيك؟ عامل ايه؟ ايوه يا حبيبة قلبي. انك يا مدام ما ينفعش تكلمي جوزك في التليفون وانتي حافية. تاني، معقولة؟ حافية القدمين ما ينفعش. يا جماعة هي حتى المكالمات بين المتجوزين بيجي لها قواعد وقوانين عند الأنسة ياسمين عز. عشان دي هتفيد المتجوزين والمخطوبين. لا ماشي. ده الموضوع كبير قوي، تعالوا بينا نشوف حلقة النهاردة بسرعة. ما ينفعش تكلمي جوزك في التليفون في رعونك وانتي حافية، حافية القدمين ما ينفعش. طيب بنكلمه ازاي؟ في حاجات صغيرة قوي عدت علينا في حياتنا هنرجعها مع بعض. لا رجعيها انت لوحدك عشان انا لسه مرجع في الحمام. الفسيخ النتن. ايوه مش بتقول احنا نتكلم في التليفون واحنا حافيين؟ فانا لسه لما اخذ قلع الجزمه والشراب فرجعت. بنكلمه واحنا لابسين حاجة في رجلنا. ويعني هي حبكة الانوثه تبقى في الرجلين؟ عن عادي يا جماعه، ممكن الانوثه تبقى في الكتاف. كتاف الراجل بالدنيا، كتافه بس، كتاف الراجل، ما بالك أوب بقى أوب 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 أوب. باقي الحاجات. يا جماعه انا ظلمتها، حسابي ما هتقولش باقي الحاجات، حسابي هتقول باقي المحتاجات. باقي الحاجات. ايوه اصل انا مخي راح بعيد يعني. لازم نكون لابسين جزمة عفوا او اي حاجة فيها حتى لو كعب، شوية انوثة. بس يا جماعه مش كل الناس تسمع كلامها وتكلم جوزك وانت حافيه، لانه ممكن يعني معلش يكون عندك فلات فوت. طيب عندك فلات فوت، ايه هموتك؟ هشلك؟ لا، بعد الشر عليكي وعلى لا حواليك. طبعا مش هتشلك، برضو كلام ده ياسمين عز تشلكم؟ ياسمين عز تجيب جلطه على طول. مش هشلك ابدا. البسي شبشب زاحف عادي، المهم اي حاجة في رجلك. مش عارف النصيحه دي مخوفاني ليه، لما تكلم جوزك البس اي حاجه في رجلك، نصيحه تخوف. عارفه بقى لو كلمت جوزك وانت حافيه؟ بيقولك لو كلمتي جوزك وانتي حافية الكلام يطلع من رجلك. يا سلام. ايه ده من رجلك؟ الكلام يطلع من رجلك. معقوله من رجلك؟ ده يبقى كلام معفن. كل ما زاد في النتنة كل ما غلي. ايوه يا جماعه لو كلمت جوزك وانت حافيه كلامك هيطلع من رجلك ويبقى كلام معفن. بصراحه يا استاذه ياسمين انا شاكك انك انت هتقدم البرنامج وانت حافيه في الاستوديو. ايوه ما كلامك الصراحه يدل على انك انت قاعده حافيه. بيقولك لو كلمتي جوزك وانتي حافية الكلام يطلع من رجلك، لكن لو كلمتي جوزك وانتي لابسة حاجة في رجلك الكلام يطلع من قلبك. الله، شفتي؟ شفتوا القاعده سهله ازاي؟ شفتي الفرق؟ مفيش اسهل من كده هو يا جماعه. اما بقى لو كلمتيه وانت لابسه جلابيه، كلامك هيطلع من الجلابية. ولو كلمتيه وانت لابسه فستان، كلامك يطلع من الفستان. ولو كلمتيه وانت لابسه بيجامه، كلامك يطلع من البيجامة. ولو كلمتيه وانت عريانه. احمص احمص. ايه الكلام اللي انا اقوله ده هو؟ ايه عوضين يا جليل الحي، وبقى احذف دي هي في المونتاج لو سمحت. ايوه يا جماعه، وعلى فكره كلمه احمس دي مش كلمه جليله حياه ولا حاجه. انا مش عايز اقول كلمه وحشه. احمص. ايوه لو انتي متجوزة جوزك في رعونك ورايحة تكلميه في التليفون في نص اليوم، مش هتكلميه بالإسدال. لا 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 لا، مش هتكلميه بالإسدال. بصي، الإسدال بيصلوا بيه وبيقلعوه ويطبقوه، ما بيتكلموش بيه في التليفون. عشان عندنا قصة في الموضوع ده. انتي هتعملي ايه؟ هتكلمي في رعونك في التليفون ازاي؟ انا مش هكلفك ومش هضيع وقتك، مش هنهزر مع بعض. احنا جايين نهزر هنا ولا ايه؟ مش هنهزر مع بعض. لا ما جينش نهزر. ايه ده، هو الكلام اللي بتقوله ده مش هزار. انا كل حاجه بعملها افضحكوا على النت. لا هو طب عليه الطلاق احسبه هزار. انا مش هكلفك ومش هضيع وقتك، مش هنهزر مع بعض. لا يا جماعه ياسمين عز مش جايه تهزر، بصراحه هي جايه عشان حاجتين تعملهم، الحاجتين دول ايه هموتك؟ هشلك؟ بالظبط كده يا جماعه. انتي هتلبسي حلتك، تلبسي شبكتك، تلبسي جزمتك على جلابيتك عادي جدا، تقعدي على الكرسي تكلميه. اهم حاجه في الموضوع ده كله يكون في ايدك اي غوايش او خشخيش، اي حاجه بتخشخش. اي حاجه تخشخش. ما لقيتيش حاجه تخشخش هاتوا قطتين يشبطوا مع بعض جنبيك ويعملوا خشخشه. المهم يخشخشوا مع بعض. ممكن مثلا تخش الحمام تدوس على السيفون صوت الميه يعمل خشخشه. اي حاجه بتعمل صوت تعمل خشخشه. ايوه طبعا. ليه بقى؟ علوم وراجعوا ورايا، لانها بتدي طاقه انوثه عاليه. طيب عندك حته ذهب من شبكتك البسيها في ايديكي. الذهب
بيدي طاقة أنوثة رهيبة، ودي معلومة علمية وما تراجعيش ورايا. أي حاجة بتعمل صوت، بتعمل خشخشة. يعني اوعي تكلمي جوزك وانت بتتكلمي كده مثلا وتقولوا له ايوه حبيبي، لا، لازم الدهب يعمل خشخشه كده. هي دي الخشخشه ولا بلاش؟ مش عارف اقول لك ايه، كلمه واحده. احمص احمص. والكلمه دي يا جماعه مش قليله حياه ولا حاجه. وانتوا عارفين ايه معناها؟ عندك حتة دهب من شبكتك، البسيها في ايديكي. الدهب بيدي طاقة أنوثة رهيبة، ودي معلومة علمية وما تراجعيش ورايا. طب ايه كمان؟ لازم تشمري حتة كم. لازم حتة كم تشمريها يا مدام. بعد ما تلبس الدهبات تشمري كمك. مع الغوايش والخشخشة وانتي بتكلمي جوزك لازم تشمري كمك حتة كده. معلش، انا شمرت كم على الاخر يا جماعه، هي بس حته صغيره، حته كده. حتة كده حتة كده حتة كده. يعني ما تشمريش خالص، يعني حته صغيره تغريه بيها كده. حتة كده. بالظبط. انتي بتكلمي جوزك لازم تشمري كمك حتة كده. اجمل احساس. انوثة انوثة ايا كان لابسه ايه، حتى ولو على البيجامه او الجلابيه. بصي انا مبسطه لك الموضوع خالص. طبعا انت فهمتيني غلط، فهمتي انا هقول لك بقى قومي البسي فستان واقعدي كلمي. لا 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 لا، فساتين ايه؟ ده انت باين عليكي من سنه 1970. اوعي تلبسي فستان. قومي البسي فستان واقعدي كلمي. لا 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 لا، بطلت الفساتين خالص. انت تلاقي اي بيجامه معفنه البسيها وتشمري كمك. لازم تشمري كمك حته كده. بالظبط، وتجيب الغوايش بتاعتك والذهب لو كان معاكي ذهب يعني، وتعمل كده مع الغوايش والخشخشه وانتي بتكلمي بالظبط. جوزك. هو هيشوفك كده مشمره كمك ولابسه بيجامه معفنه، هيهز كتافه، واهم حاجه كتاف الراجل بالدنيا، كتافه بس، كتاف الراجل، ما بالك بقى باقي الحاجات. كلميه بالطريقه دي. بيجامه او اي حاجه لابساها في البيت عليها شبكتك او الخشاخيش بتاعتك، على جزمتك، على تشمير كمك، واحكي لي المكالمه طلعت ازاي وهتدعي لي. هو انا مش هلحق احكي لك يا اختي، لان ساعتها هكون اتطلقت. امال ايه يا جماعه؟ مش موجودة على جوجل، مش موجودة غير في الكتب اللي احنا اتعلمنا منها، مش موجودة غير في البرنامج ده. الصوت الشتوي، صوتك الشتوي يا هانم اللي نسيتيه بعد ما اتجوزتي. معقوله يعني تتجوزي وتنسي صوتك في البيت؟ كده برضه تنسي صوتك الشتوي؟ يعني انا اعرف العروسه لما تتجوز تنسى خلاط، تنسى الشراب، لكن تنسي صوتك الشتوي يا مهمله؟ الصوت الشتوي. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انت خدي صوتك الشتوي معاكي عشان ابوكي طالع ميتينه من صوت امك الشتوي. ايوه، اصل امك في البيت طول النهار هتقول صوت شتوي، تقول ولا ايه لا انت اللي ايه ما انا عايز افهم كملي معلومتك دي اللي ما نلاقيهاش حتى على جوجل، كمليها. صوتك الشتوي يا هانم اللي نسيتيه بعد ما اتجوزتي. نرجع بقى. الصوت الشتوي والعيون الشتوية. الله، صوتك الشتوي والعيون الشتوية، عشان جوزك أول ما يطل على عيونك الشتوية يقول حبيتك بالشتي. أيوة طبعا يا جماعة، ده هيبقى شاعر ويقول شعر في عيونك إيه؟ والعيون الشتوية. طبعا. الصوت الشتوي والعيون الشتوية. عايزاكي تستخدميهم 24 ساعة مع الراجل. اقفلي وحولي للصيفي مع الولاد، بس الراجل ينقص الشتوي. بالظبط، تحول في الصيف مع الولاد، يبقى في الشتاء تبقى مع ابو العيال وفي الصيف تبقي مع الولاد. اما بقى تروحي البيت ابوكي في فصل ايه بقى؟ في فصل لا 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 لا. ايوه فصل الربيع، اصحوا معاي. العيون الشتوية دي المصاحبة للصوت الشتوي. العيون النهسان وانتي بتكلميه كده، ضيقي عينيكي، سبلي عينيكي، سهتيني عينيكي، عشان يحس ان في نوع من انواع البراءة انتي ما فقدتيهاش. لو عندك طفلة صغيرة مخلفة بنت صغيرة اتعلمي منها، خدي حركات منها. فلو جمعنا ما بين الصوت الشتوي والعيون الشتوية هتقدري تعملي ملوخية بالشطة الجديدة. ايه يا جماعة، هي مش بتقول مكونات ومقادير طريقة عمل الملوخية؟ جمعنا ما بين الصوت الشتوي والعيون الشتوية. بس يا جماعة أنا فهمت. بعد ما تجمع بينهم هتقولي من أعماق قلبك يا الله يا الله. يا سلام. فلو جمعنا ما بين الصوت الشتوي والعيون الشتوية
يا الله، يا الله، هنكون حياة مش سعيدة. هتكون حياة مطينة على راس اللي خلفوه. تخيلي بتكلميه بصوت هادي وعيونك مدبلة ودبلانة سهتان، أي حاجة بيقولك أي حاجة اعملي كده. عملتي غدا ايه النهاردة؟ عملت لك يا حبيبي بطة بالبرتقال. بطة بالبرتقال؟ دجاج. ايه ده يا جماعة؟ ده احنا لسه عمالين نشرح طريقة عمل الملوخية. بس على فكرة يا جماعة، الطبخ الحديث انك تجيب بطة وتحط عليها برتقال وتجي تدوق كده. اول ما تاخد اول قطمة من البطة هتقول يا الله، يا الله. طبعا يا جماعة كله ده بسبب ايه؟ بسبب العيون الشتوية وصوتك الشتوي. ماجدة الرومي، ست ماجدة الرومي غنت له قالت له ايه؟ عيناك ليال صيفية، وشك للحيط وقفاك ليا. طبعا يا جماعة انا بقول لكم المعلومات دي خطيرة، هي كأنها عايشة في كوكب موازي. لو تقول لك المعلومات دي ما هتلاقوهاش غير في جوجل. جوجل نفسه مش هيديها لك. فعلا جوجل مش هيديكم المعلومات دي عشان جوجل لسه ما اتخواتش. كملي كملي. عارفة الليلة الصيفية اللي فيها نسمة هوا كده؟ هو الصيف وانتي الشتاء، لأن الراجل راجل لازم يكون صيفي، يعني خشونة في الصوت وأداء كده. انتي الشتوي، هنا الدفى وهنا البراد يجتمعوا مع بعض، أحلى جو. احلى جو. هتعيشي في الجو ده هتقولي من اعماق قلبك يا الله، يا حلو. الله. ده هي مقسمة فصول السنة، الراجل يكون صيف والست تكون شتوي، وتروحي عند امك في فصل الربيع، اما فصل الخريف تقعدي مع حماتك، وبكده تبقى السنة خلصت السنة. سهل يا جماعة، ده انت على الحال ده تقدر تخلص السنة في 5 ايام. الراجل راجل لازم يكون صيفي، يعني خشونة في الصوت وأداء كده. انتي الشتوي، هنا الدفى وهنا البراد يجتمعوا مع بعض، أحلى جو، أحلى جو. انتي مصرية، نفرتيتي، كليوباترا. ايه ده انت كمان خليتي كليوباترا مصرية؟ إيه كليوباترا دي مش من ايطاليا؟ هو انت كمان زمان وانت صغيرة في تانية اعدادي في حصة التاريخ هربت من الحصة؟ انتي كمان فرعونة. ايوه انت لو حضرتيها كنت عرفت ان كليوباترا مش مصرية. انت كده شكلك لا حاضرة لا تاريخ ولا جغرافيا. اتمنى يا جماعه ان تقولوا تعليقكم على الفيديو. ما تنسوش يا جماعه اللايكات القليله، حط لايك واكتب كومنت. لو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس. وكنتم مع مستر سيد.